في جالية أمريكا كاملة بعد الله سبحانه وتعالى، في هذه الجالية، في جالية أمريكا كاملة، أناشدكم بهذا الظلم الذي قد ضرر عائلتي كلها، ثم زوجي وأولادي بالسجن. يعني في الأمس المحكمة يعني تحكم على زوجي 17 عاما سجن بأي حق، إن هذا الحكم يعني يسطر، لأنه لا يوجد ظلم في هذا الشيء، لأنه إحنا خايفين على بنتنا، وإحنا حضرناها يعني من المكسيك لليمن لا بافلو نيويورك بإرادتها، هي الذي طلبت مننا هذا، وطلبت مننا إن إحنا نحضرها لا بافلو. يعني أول حاجة هي اختفت، اتصلت معنا. أيوة اختفت، بحثوا عنها، اتصلت لنا. ايش عملت؟ ايش تسألك سؤال؟ ايش تسألك نعم. سؤال؟ الحكومة الأمريكية قامت بهذه الإجراءات وهذه البطولات، ايش عملوا عندما اختفت بنتكم؟ يعني اختفت بنتنا من البيت، لا نعلم أين كانت أو أين سارت. ايش الحكومة قدمت لكم؟ جامعي. أنا أسألك ايش الحكومة قدمت لكم عندما لا يعني بلغنا الشرطة، بلغنا الحكومة الأمريكية، لا قدمت لنا أي شيء بطلب يعني حتى يبلغونا، إلا اللهم قالوا لنا هي اختفت ودوروا عليها. لا نعلم أين سارت البنت، حتى جاءنا اليوم الثالث أو اليوم هذا اتصال منها، اتصال كاميرا، فيديو، ليس فيديو، ليس يعني اتصال عادي، كاميرا، وقالت لنا نحضر، واحنا متخوفين في هذا البلاد الذي حتى الامريكان ينصحونا بعدم السفر لهذه البلد. ايوه المكسيك، وايضا المنطقه بالذات التي كانت، او المنطقه التي كانت متواجده فيها كانت عصابات مخدرات والسلاح وقد ابلغكم، لان قد تعرض ابني من واحد من المكسيكان بقطعني بالسكين، حتى بالسكين لما كنتوا هناك. ايوه، وشل منها المحفظه، والمحفظه جت بينها فلوس، وابني سلم لها المحفظه وسلم له يعني كل شيء، واحنا يعني بندعي الله سبحانه وتعالى ونصلي وندعي وخايفين ان احنا نخرج من هذا المكان سالمين. ولو كان في اي شيء وهي كانت مقصوبه، ليش هي ما بلغت ولا صيحت يعني ولا هذا؟ هي كانت خايفه من حاجه، وقالت انه في اثنين هربوها للمكسيك، وهي خايفه من هذول الاشخاص انهم هربوها للمكسيك. ورغم هذا وصلت لهنا واحنا مسافرين نزوج اولادنا الاثنين، لان احنا خاطبين لواحد له 3 سنوات والثاني 2 سنين، على اساس ان احنا كنا مجهزين للسفر وقاطعين التذاكر، والتذاكر موجوده ومع الحكومه، بعلم الحكومه ان التذاكر موجوده ومقطوعه عن طريق الكارت ان احنا نسافر اليمن على زواج عيالنا. من اللي كانوا مسافرين؟ كان انا مسافر، انا واولادي وزوجي، ومعي ولد صغير توحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا كان احنا حاجزين لها ولا شيء. ثم لما رجعت من المكسيك قالت ان هي نقطع لها تذكره تحب تسافر معنا لليمن. هي من نفسها؟ من نفسها. وقطعنا بعدين انا كنت اقول يعني تجلسي، ابوها قال لها اجلسي، ورجعت بعدين هي تترجى ابوها، لان هي وابوها اكثر شيء يعني متعلقين ببعض. انا سمعت هذا الكلام، سمعت انه اكثر واحد يحبها ابوها، يعني شيء يحبها حب. لو تشوفوا الصور على التيشيرتات، انا بطلعها لك الان واطلعها لك كيف هو حاملها فوق راسه. ويعني حتى لما احنا جينا يا عالم يا ناس، جينا 2010 وهم قالوا قلت لها 9 سنوات، كانت عمرها 9 سنوات، وقالوا قد بينها علاقه 12 سنه، كانت عمرها 9 سنوات فقط. البنت عمرها 20 لو ما حصل هذا الشيء، وكانت عمرها 9 سنوات، وقالوا قد لهم يعشقوا بعض 9 سنوات. انتم فكروا يا مسلمين، الولد هل هذه قد تعرف تحب؟ عمرها 10 سنوات 9 سنوات فقط لما جت امريكا. هل هذا البنت لما كتبوا هل هذا البنت تعرف حب؟ البنت متعلمه. خالد هذا هو زوجي من 36 سنه، هذا خالد ابوها من 34 سنه، هذا هو زوجي من بعد الله سبحانه وتعالى، وابو اولادي وصديقي وابي وامي. انا يتيمه لا اوجد من الله سبحانه وتعالى في هذا البلد الا انتم بعد الله سبحانه وتعالى. يعني تشردوا عيالي، تشرد زوجي، تشردنا احنا.
أنا كان بس أناشدكم على حاجة واحدة. في فئة توفى أخي وحضر من النساء الصادقات الوفيات الأخوات الفاضلات، ومنهن واحدة من الفئة حضرت لا داخل منزلي ومنزل خالد أبو غانم من المعزيات، وقالت إن هي تحب تساعدني. وفي الأخير يعني فئة لا تخاف الله ولا أعلم لا أي فئة تنتمي، يعني لو ما جلست المحكمة كانت تحضر المحكمة وتقول إني تساعدني وتجلس بجواري وبجوار أولادي، وأخذت إيميلاتنا وأخذت صورنا وأخذت كل شيء، وفي الأخير نكتشف إن هي ليست معانا. بس حسبي الله ونعم الوكيل. ايش كيف ليش حسبي الله ايش ونعم عملت هذه؟ الوكيل. رجعت إن هي باتجاه الخاطئ. يعني تشتغل مع الحكومة؟ نعم. ايوه. نعم. يعني أنا أقول حسبي الله ونعم ايش الوكيل. ايش جنسيته؟ يمنية جنسية. الله أكبر. أمريكية جنسية. أنا لا أعلم بهذا ولا الذي ما يخاف والله.